خدعوك فقالوا ان الدوري المصري بيتم تفصيله عشان النادي الاهلي، والحقيقه المره والصعبه اللي هتتفاجئ بيها النهارده ان نادي الزمالك هو المؤجلات اتعملت علشانه وهو السبب في ضياع ودمار الدوري المصري. حلقه جديده من المشجع هنتكلم فيها بالارقام وعدد الماتشات والكل هيشوف النهارده. لكن قبل ما نبدا اوعى تنسى تعمل الشير المتين وتوصل الحلقه دي لكل اهلاوي قبل اي زملكاوي، وعلى كل اهلاوي لما اقول لك من اخوك المشجع اعمل سيف للحلقه دي عشان تحطها تاخدها كده وتحطها في عين كل زملكاوي، لانه وتقول له اتفرج عليها كويس، لانه حاجه من الاتنين، يا مدلس يا مغيب. وهقول لك ازاي. تعال نبدا حلقتنا باحدى الزملكاويه الكذابين المضللين الضالين، وده نفس اللفظ والتعبير اللي هو استخدمه لما ذكر فيه كولر. الراجل بدأ الكلام وقال منذ بداية عام 2024 لعب الأهلي 9 مباريات في مختلف البطولات والمنافسات بمعدل مباراة كل 10 أيام، ويأتي هذا الرجل الكاذب المضلل ويتحدث عن إرهاق وضغط مباراة لكي يتهرب من مسؤوليته كمدرب عن حالة فريقه الفنية على الرغم من الراحة التي يحصل عليها بصورة لا تحدث في أي بلد يمارس كرة القدم. وهنا زي ما قلت لك ده شخص كذاب ومضلل ومضل. ليه؟ او بين قوسين كده مدلس. وده بقى هنا المعنى الحقيقي للمدلس، لان المدلس ده بيقول ان النادي الاهلي ما لعبش غير 9 مرات في كل حاجه من ساعه بدايه 2024، وان هو بياخد راحه 10 ايام ما بين الماتش والماتش، او بيلعب ماتش كل 10 ايام. وتعالى هنا نتكلم سريعا ولا اقول لك ان اصلا الدوري المصري من 20 وحاطط صوره كولر طبعا، الدوري المصري اتوقف او تم ايقافه من 2 يناير لبدايه بطوله افريقيا، وده كان بدايه المعسكر المصري، فكان في اجنده دوليه. الاجنده الدوليه كانت هتبدا من يوم 13 يناير اللي هي بطوله افريقيا وتنتهي يوم 11 فبراير، وده شهر. طب المنتخب وقف قبلها بقد ايه؟ وقف قبلها من يعني المعسكر اتعمل من قد ايه؟ من يوم 2 يناير. يعني من 2 يناير حتى 11 فبراير ما كان في توقف دولي، مفيش لا اهلي ولا زمالك ولا غيره بيلعب. يعني انت بتتكلم في شهر ونص كمان، لان يناير كله و11 يوم من فبراير، فانت بتتكلم في شهر ونص من اول 2024. اصلا كان كل دول العالم، او مش اسف كل دول العالم، كل الدول العربيه والافريقيه الدوريات واقفه فيها نتيجه المشاركه في افريقيا والاجنده الدوليه لبطوله افريقيا. ده التوقف الاولاني. طب التوقف الثاني بدا يوم 16 مارس، وده لما كابتن حسام حسن طلب تاجيل ماتش انبي للاهلي عشان طلب يومين زياده، لان المعسكر او الاجنده الدوليه كانت التوقف فيها من يوم 18 مارس ليوم 26 مارس. وهو وقف من امتى؟ وقف من يوم 16 قبلها بيومين، او قبل الاجنده بيومين، حتى لما رفض محمد صلاح انه يجي. ولكن يبقى كده ادي 10 ايام كمان. يعني انت بتتكلم في ايقاف اصلا للمنتخب اكتر من شهرين او شهرين. الشهرين دول من بدايه 24 في شهرين للمنتخبات، ان كانت في البطوله الوديه اللي اتعملت في مصر او في بطوله افريقيا اللي كانت معموله في الكاميرون، اسف في كوت ديفوار، وكان بطلها كوت ديفوار. تم ايقاف كل ماتشات الدوري المصري هنا، لا عشان خاطر الاهلي ولا عشان خاطر الزمالك، ده عشان خاطر المنتخب وعشان خاطر كابتن حسام حسن. وفي ماتشين للاهلي اتاجلوا بسبب المديرين الفنيين. في الافريقيه اتاجل بسبب روي فيتوريا اجل ماتش فاركو، كان بناء على طلبه لما طلب ان المعسكر يتعمل بدري من 2 يناير. وكان في ماتش انبي اللي طلبه حسام حسن قبل البطوله الوديه اللي لعبها هنا في استاد العاصمه الاداريه الجديد. بناء عليه دول الماتشين اللي اتاجلوا للاهلي من غير ما يكون في ماتشات افريقيه، اتاجلوا بناء على طلب المديرين الفنيين روي فيتوريا وحسام حسن، فاركو وانبي. طيب يبقى الاهلي كده في شهرين اصلا من اول السنه ما لعبش فيهم. دي اول كذبه للمضلل والمدلس اللي بيضحك بيها على جماهيره اللي في الكومنتات الله وبوم والطخ واوعى يا واد اللي مفيش منك الاثنين، والاهلي نادي الدوله والاهلي مش عارف مين. دي النقطه الاولانيه. طب النقطه الثانيه، هل بقى فعلا الاهلي ما بيلعبش غير كل 10 ايام ماتش؟ تعالى اوريك ان هذا المدلس الكذاب على جماهيره. الاهلي البطوله الوديه اللي هي الاخيره دي خلصت يوم 26 في مصر هنا. الاهلي سافر 27
ليله 27 او 27 عشان يوصل 28 عشان يلاعب سيمبا التنزاني في تنزانيا يوم 29. فالاهلي لعب يوم 29 3 بعد التوقف الدولي، مع العلم ان الاهلي كان متاخد منه في التوقف ده 10 لعيبه. 10 لعيبه، يعني لعيبه النادي الاهلي كانت بتلعب في المنتخب ان كان في افريقيا، بعد كده رجعت لعبت في شهر 2 كام ماتش في افريقيا، وبعدين اتاخدت تاني وكم ماتش في الدوري، وبعدين راح المعسكر بتاع مارس. 10 لعيبه من النادي الاهلي ولعيب او اتنين من الزمالك، لعيب او اتنين من الزمالك بس. كل ده الزمالك مريح. رجع الاهلي لعب في تنزانيا ماتش يوم 29، بعدين رجع لعب يوم 29 3، بعدين رجع لعب يوم 5 4، يوم 5 4 ماتش العوده. بعد 5 4 لعب انبي يوم 8 4، يعني ريح يومين ولعب الثالث. بعد كده لعب زد يوم 11 4 امبارح، وبعد كده يوم الاثنين الجاي عنده الزمالك، وبعد الزمالك بخمس ايام عنده ماتش مع مازيمبي في الكونغو. يعني في 20 يوم الاهلي بيلعب 6 ماتشات في 20 يوم، 6 ماتشات بمعدل ايه؟ كل 3 ايام ماتش. يريح يومين ويلعب الثالث، يريح يومين ويلعب الثالث، عمرها ما حصلت. ده غير ان اللعيبه دي اصلا كلها كانت بتلعب في المنتخب. نتيجه ده ايه؟ ان الاهلي عنده فريق كامل مصاب. يعني مين المضرور؟ النادي الاهلي. فده يبقى اول كلام ان الراجل ده راجل كذاب ومضلل ومضل لجماهيره اللي للاسف بيضحك عليها. يبقى مش كولر اللي مضلل، ولا كولر اللي كذاب، ولا كولر اللي المضل. الكذاب والمدلس والمضلل هو حضرتك، لانك بتضحك على جماهيرك لما تقول ان الاهلي من اول 24 حتى وقتنا هذا ما لعبش غير كده، وتنكر عدم الاجنده الدوليه والتوقفات الدوليه اللي حصلت اللي هي بتتخطى الشهرين. ولما تنكر ان الاهلي وتقول ان الاهلي بيلعب كل 10 ايام ماتش وان اللعيبه دي مريحه، تبقى راجل كذاب. لان الاهلي لعيبته كانت بتشارك في المنتخب وبعد كده بتلعب كل 3 ايام ماتش مع الاهلي. اذا انت انسان كذاب ومدلس ومضلل ومضل. مدلس ليه؟ مدلس لانك بتدلس الحقيقه اللي انت عارفها. ده بالنسبه للشخص ده. نيجي بقى لقصه التاجيلات بشكل عام ونتكلم فيها. تعال اقول لك ان النادي الاهلي، وزي ما بقول لك كده اوعى تنسى تعمل اللايك والشير وتوصلنا للغير، والاهلاوي قبل الزملكاوي يعمل سيف عشان لما يجي الزملكاوي المدلس او المغيب تاخد الحلقه وتحطها له في عينيه عشان يتفرج عليها. تعال اقول لك ان الزمالك لعب، الاهلي اسف، لعب 32 ماتش من بدايه الموسم. بقى بدايه الموسم اللي احنا فيه ده الاهلي لعب 32 ماتش والزمالك لعب 23 ماتش، فرق 9 ماتشات. طيب اسف، فرق 11 ماتش. تعالى بقى اقول لك حاجه ثانيه. الاهلي لعب في الدوري 10 ماتشات والزمالك لعب 12 ماتش. الاهلي في منهم ماتشين كانوا متاجلين اللي هو انبي وفاركو، قلنا دول مش بناء على افريقيا او اللائحه، دول بناء على روي فيتوريا لما طلب تاجيل في افريقيا، وحسام حسن قبل البطوله الوديه. ده اللي طلب وده اللي طلب، وبناء عليه تم التاجيل. يعني ما كانش طلب من الاهلي ولا طبقا للائحه، طبقا لطلب الاثنين مديرين الفنيين. حلو جدا. طيب تعالى بقى نفنط الماتشات دي. هتلاقي ان في الدوري الاهلي لعب 10 ماتشات، الزمالك لعب 12، ازيد بماتشين. الكاس الزمالك لعب ماتشين والاهلي لعب ماتشين. السوبر المحلي، الدوره المجمعه اللي اتعملت اللي كان فيها بيراميدز وفيوتشر وسيراميكا، الاهلي لعب فيها ماتشين، الزمالك ما لعبش لانه ما شاركش. يبقى ادي اول ماتشين الاهلي زياده فيهم. السوبر ليج الافريقي الاهلي لعب فيه 4 ماتشات، الزمالك ما لعبش لانه ما كانش مشارك. دوري ابطال افريقيا الاهلي لعب فيه 10 ماتشات، الزمالك لعب 9 في الكونفدراليه. ليه فرق الماتش ده؟ عشان الزمالك فيه ماتش ما لعبهاش لما الفريق اللي كان جاي انسحب او ما جاش لظروف الطيران والاقامه والفلوس والحاجات دي، وكانت تحصيل حاصل فما جاش. فبقى الاهلي لاعب في افريقيا ماتش زياده عن الزمالك. السوبر الافريقي الاهلي بدا بيه الموسم وادي ماتش الزمالك برده ما لعبوش. كاس العالم للانديه الاهلي سافر لعب 3 ماتشات، الزمالك ما لعبهمش. يبقى كده الاهلي لعب 32 ماتش، الزمالك 23 ماتش، ده المجموع. طيب الاهلي بقى ازيد بقد ايه؟ الاهلي الزمالك بقد ايه الماتشات اللي الاهلي لعبها والزمالك ما لعبهاش؟ 11 ماتش. في 11 ماتش اللي هم 2 سوبر محلي، 4 في السوبر ليج ادي 6، وواحد في افريقيا ادي 7، والسوبر الافريقي ادي 8، و3 كاس العالم للانديه ادي 11 ماتش الاهلي لعبهم، الزمالك ما لعبهمش. يعني الاهلي لاعب في الموسم بتاعه ازيد من الزمالك 11 ماتش في بطولات ايه؟ في السوبر المحلي، السوبر ليج الافريقي، في بطوله افريقيا ماتش، في السوبر الافريقي ماتش، وكاس العالم للانديه 3 ماتشات. دي بطولات كلها الزمالك ما لعبش فيها اصلا لانه ما كانش مشارك فيها. وفي افريقيا اللي هو بيلعب قصاد الكونفدراليه احنا ازيد ماتش، يبقى الفرق كام؟ 11 ماتش. 11 ماتش ما لعبهاش النادي الاهلي. طيب تيجي بقى تقول في وسط ال 11 ماتش دول في الدوري بقى
الاهلي لاعب ازيد من الزمالك في كل البطولات 11 ماتش. طب مؤجلات الاهلي الفرق ما بينه وما بين الزمالك قد ايه؟ ماتشين. الاهلي لعب في الدوري 10 ماتشات، الزمالك لعب 12. طب ليه الزمالك لعب 12؟ ما هو الزمالك اصلا اقل من الاهلي ب 11 ماتش. ليه الزمالك في ال 11 دول ما كانش بيلعب، ما كانش بيشارك؟ ليه تم تأجيل ماتش فاركو وماتش بلدية المحلة للزمالك؟ عشان خاطر اشمعنى انا؟ اشمعنى انا؟ وعشان قال اشمعنى انا والاهلي؟ اذا المستفيد هو الزمالك، اذا اللي بيتأجل له بدون وجه حق هو الزمالك. خد المفاجأة الاكبر دي، بيراميدز لعب 14 ماتش، بالرغم ان بيراميدز لعب نفس عدد ماتشات الزمالك اللي هم في الموسم بتاعه 23 ماتش، عشان بيراميدز في افريقيا خرج قبل دور ال 16 او خرج من المجموعات فلعب 8 ماتشات، ولعب كمان لعب ماتشين زياده عن الزمالك اللي هم بتوع السوبر المحلي اللي الزمالك ما كانش مشارك. اذا بيراميدز لعب نفس عدد ماتشات الزمالك او لعب كمان ازيد من الزمالك ماتش. خلاص 23 بيراميدز لعب 14، الزمالك لعب 12. ليه ما حدش بيتكلم على الموضوع ده؟ وليه ما حدش بيتكلم ان بيراميدز لعب اكتر من الزمالك اللي لعب عدد مباريات اقل من بيراميدز والاهلي في الموسم؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، كل فرق الدوري اللي هي اقصى فرقه لعبوا 16 ماتش، وده اللي هنقيس عليه، لان في فرق لعبت 17 ماتش ولكن هم 3 فرق بس، زد والبنك الاهلي وانبي، دول بس اللي لعبوا 17 ماتش في الدوري. بقيه الفرق لعبت 16، اقصى حاجه وصولها 16. طب ليه الزمالك ما لعبش 16 ماتش؟ مش هنقول 17، ليه ما لعبش 16؟ ليه ما لعبش 15؟ ليه تم تاجيل فاركو وبلديه المحله لنادي الزمالك غير عشان خاطر قال اشمعنى انا؟ اشمعنى بيتاجل الاهلي؟ بالرغم ان الاهلي كل تاجيلاته طبقا للائحه، بل بالعكس انا بتضر لما برجع العب في الدوري لانهم بيلعبوني كل 3 ايام. مش كل 3 ايام، مش معنى انا بلعب بريح 3 والعب الرابع، لا ده انا بريح يومين والعب الثالث. لدرجه ان انا بقول لك عندي فريق كامل مصاب، عندي فرقه كامله مصابه، ونفس لعيبتي دي بتتاخد حتى في الاجندات الدوليه ما بترتاحش، دي بتروح تلعب في المنتخب. يبقى مين هنا المستفيد؟ مين اللي لعب عدد ماتشات او خد عدد مؤجلات اكبر؟ هو نادي الزمالك. لكن لا اعلامنا ولا اي حد بيطلع يتكلم عن الحقيقه بالارقام، ولا حد يقدر يطلع يقول ليه الزمالك ما لعبش على الاقل نفس عدد مباريات بيراميدز، على الاقل نفس عدد مباريات فرق الدوري 16 ماتش، بالرغم من ان هو اقل من المشاركات في النادي الاهلي ب 11 ماتش. الاهلي لعب عنه زياده في الموسم 11 ماتش زي ما قلنا، في افريقيا ماتش، في السوبر الافريقي 4، في السوبر المحلي 2، في السوبر ده السوبر ليج 4، في السوبر الافريقي اللي هو بدايه الموسم ماتش، وماتشين في السوبر المحلي. كل عدد الماتشات دي 3 في كاس العالم للانديه. كل الماتشات دي بطولات لم يشارك عنها الزمالك او ما جاش سيرتها. ليه الزمالك ما كانش بيلعب في نفس التوقيت ده؟ ولو هتقول لي ما هو عشان تكافؤ الفرص يبقى كل ماتشات الدوري المفروض كانت تتاجل لكل الفرق. اشمعنى الفرق الثانيه دي لعبت والزمالك ما لعبش وكان قاعد بيتفرج؟ ده سؤال احنا محتاجين نعرفه. ليه الاعلام المضلل ما بيقولش كده؟ ليه ما حدش بيطلع يتكلم عن الحقيقه المره، الحقيقه اللي بتوجع، ان الزمالك هو اللي متفصل له الدوري؟ هقول لك ليه. عشان هم اتعودوا ان هم زي ما بقول لك كده تبليك، واللي فيها هتجيبه فيك يستفيد، لكن يطلع يعيط ويقول انا اللي معمول عليا المؤامره، انا مش مستفيد. زي ما قلت لك حلم مفتاح نادي القرن، شكرا للفنان كريم عبد العزيز، بعد ما بيعدوهم في 100 عقبه من حلم مفتاح نادي القرن يطلع من الناحيه الثانيه يقول مؤامرات، نظريات، عامر حسين، تحكيم، بالرغم ان هو المستفيد من التحكيم المصري، هو اللي مستفيد من المؤجلات بدون وجه حق، وهو اللي واخد عدد راحه وايام راحه اكتر من اي فرقه في الدوري المصري. الزمالك هو المستفيد من المؤجلات بزياده عن اي فرقه، بما فيهم الاهلي المصري. تخيل. لكن التدليس اللي هو بيستمتع بيه بيضحكوا بيه على الناس وعلى جماهيرهم. وهنا بقى نقطه بس اخيره، عشان بيطلع بعض الناس بتوع الاحصائيات ويقول لك اصل الدوريات الاخرى. لو الدوريات الاخرى طبعا خد نفس الارقام دي طبقها على الزمالك، طبقها على بيراميدز، طبقها على كل فرق الدوري، هتلاقي ان الكل مستفيد ما عدا الاهلي، لان الفرق الثانيه دي ما لعبتش نفس عدد ماتشات الاهلي. فاذا التاجيلات دي اللي اتعملت لصالح بيراميدز او لصالح الزمالك هم المستفيدين مش الاهلي. الحاجه الثانيه، الدوريات العربيه، الدوري المصري بدا في نص سبتمبر، الدوريات العربيه بدات في 8، فهم بادئين قبلينا بشهر، في نص 8 فبادئين قبلينا بشهر.
ففرق عدد المباريات ليهم لصالحهم طبعا، لان هم لاعبين قبلك بشهر في الدوري، فبدا قبل الدوري والموسم بتاعك بشهر، فلعب عدد مباريات اكتر. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الفرق اسيا زي مثلا لما قالوا السعوديه، فرق اسيا ما بتلعبش او المؤجلات بتاعتها بالنسبه لبطوله اسيا قسموا لها اسيا بالنص. يعني السعوديه مثلا، السعوديه والبحرين وقطر وعمان وكل الحته دي بتلعب ماتشاتها بتاعت اسيا، والصين بقى واليابان واستراليا والناس دي يلعبوا مع بعضيهم، وبعدين في الاخر يروحوا جايبين الفرق ملعبه بعضيها، فقسموا قاره اسيا بالنص، فبقت الماتشات بتتلعب ممكن كل 3 4 ايام عادي في بطوله اسيا، لان انت بتعدي الناحيه الثانيه تلعب قطر، تعدي الناحيه الثانيه تلعب في الامارات، تعدي الناحيه الثانيه تلعب مش عارف في البحرين، والموضوع يعني اوضه وصاله. فبقى موضوع التنقلات طبعا مختلف، على عكس افريقيا اللي محتاجه سفر وطيارات ومسافات كبيره، وموضوع جغرافيا مختلف تماما. عشان بس اي حد بيطلع يدلس ويقول لك اصل ما بيحصلش كده في الناحيه الثانيه. وزي ما بقول لك خد الناحيه الثانيه دي، اسعى على الزمالك، هتعرف ان الزمالك هو اكتر فرقه مستفيده من القصه دي. ولكن زي ما قلت لك في اتنين، مدلس ومغيب. المدلس اللي عارف الحقيقه اللي انا بقولها لك وعارف الارقام وبيتكلم بلغه الارقام وبيطلع يضحك على جماهيره ويقول ارقام غير الحقيقه ويصدر بس مؤجلات النادي الاهلي، ده المدلس. اما المغيب هو اللي سلم دماغه انه يسمع الكلام ده وما فكرش يشغلها ويدور ورا الارقام ورا الحقيقه. لكن انا موجود يا حبيبي عشان اقول لك الحقيقه، واعمل لك الفيديو ده عشان تاخده وتحطه في عينيك وتسمع كويس قوي وتتفرج وتعرف انك انسان مغيب. بيجروك زي ما هم عايزين، بيضحكوا عليك ويلعبوا عليك بالارقام والتواريخ، بالرغم ان انت لو بس شغلت دماغك ودخلت دورت على جوجل، مش حتى سمعت اي حد، كنت هتلاقي ان دي تواريخ ماتشات اتلعبت بالفعل، ما فيهاش تلاعب، لا انا ولا غيري ولا اي حد يقدر يلعب فيها. لكن انت مستمتع بدور المغيب عشان هو لايق عليك ان انت يضحك عليك وتطلع تقول انا مظلوم انا مقهور، لانه مبرر نفسي كويس جدا لفشلك وانكسارك وخسارتك وانك تبقى متزايل جدول الدوري المصري. حبينا نوضح الحقيقه اللي بتوجعهم، وعشان كده ما تنساش تعمل متابعه على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، واللايك والكومنت والشير وتوصلنا للغير. عايز اوصل لل 80 90 مليون اهلاوي ويعملوا سيف للفيديو ده، واي ملكاوي مدلس او مغيب يكلمك تعمل ايه؟ تحط الفيديو في عينيه عشان يتفرج عليه. سلام.